يا مساء الهنا. النهارده عايزه اعمل لكم حاجه مختلفه قوي. عايزه اعمل لكم باستا انديان هندي. عارفين الاكله المشهوره الهندي اللي هي الباتر تشيكن، اللي هي فراخ بصوص الزبده. احنا هنعملها، بس هنعملها بالباستا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدا لازم ارجع افكركم زي كل فيديو، اقول لكم ايه طريقه سلق المكرونه الصح. اهم حاجه في سلق المكرونه ان احنا لما نغلي الميه نحط ملح سي سولت، وما نعملش خالص الغلطه اللي كل امهاتنا بتعملها ان احنا بنحط زيت. فاهم حاجه ان احنا نحط ميه وملح بس وتغلي، نحط المكرونه، واول ما يبقى مكتوب مثلا 8 دقايق عليها، بعد 7 دقايق نتشك لو بقت على دنت اللي هي فيها العضه دي نشيلها، لسه نسيبها الدقيقه الزياده دي وخلاص. الخطوه الثانيه ما نشطفهاش بميه، احنا نصفي الميه وناخد شويه منها عشان تظبط لنا الصوص، وبعد كده نستخدمها في الصوص على طول من غير ما نشطفها بميه. تعالوا نشوف هنعمل الباستا ازاي. اول حاجه هنعملها هنحط شويه زيت، انا حاطه هنا شويه، هنحط شويه كمان، وهنحط الزبده. انزل بالبصل على طول، انا هنا مش عايزه احمر البصل، وهنزل بالفراخ عليه على طول. الفراخ بقى هنعمل صدور فراخ متقطعه صغير عشان تستوي معانا بسرعه. ده بقى طبق كامل. احنا الكونسبت بتاع الباستا السيتشيليانو ان هي تنفع للعيله، وان هي فيها كل يعني فيها كذا حاجه، فيها البني، فيها اللازانيا، فيها الرافيولي، فيها كل الاصناف. فكمان هي كمان الطبق ده زي ما هي تنفع للعيله، الطبق ده ينفع وجبه كامله متكامله للعيله، فيه البروتين وفيه النشوي. اول حاجه هعملها هحط الزبادي، هحط بودرة تندوري ودي تلاقوها عند أي عطار، هحط جنزبيل، كمون، وكزبرة، هحط فلفل أسود، وهحط ملح. هننزل بعد كده بالطماطم، وممكن في منها علب جاهزة لو عايزين الستات اللي بتشتغل ومش لاحقة، في علب الطماطم القطعة اللي هي بتبقى مسلوقة جاهزة. هنخش على اللي بعده، هحط كريمة، هحط لبن جوز الهند. هاجي هنا دلوقتي أول ما ابتدي تعمل غلوة هحط شوية من المية اللي سلقنا بيها المكرونة عشان تطخني الصوص شوية، بس مش هحط كتير، هحط شوية صغيرة. دلوقتي بقى تايمينج صح ان انا انزل بالباستا بتاعتي، واحنا هنا النهارده عاملين باني كده. اتغرف طبق الانديان باستا اللي بالباتر تشيكن، وهنحط شويه بقدونس، وكلوها وبالهنا والشفا. ومستنيه كومنتاتكم، اسئلتكم، وصوركم اللي هتعملوا الاكلات دي، وتعملوا لنا منشن لسيتشيليانو باستا ولغدا نواره، وهنكسر الدنيا على الستوريز باحسن طبق من بتوعكم.